لو انت شغال في الكريتيف اندستري فانت بيواجهك الكثير من التساؤلات حول هو انا شخص مؤهل كفايه ان انا اتعين ولا لا. كذلك بيبدا يجي في دماغك كده شويه افكار، هو انا ايه اللي انا محتاجه اساسا عشان ادخل الميجا ايجنسيز اللي موجوده في مصر او في الشرق الاوسط، وايه كذلك اللي الشركات بتبص عليه عشان تقول انا الشخص المناسب ده اللي اشتغل. النهارده هنتكلم على الهايرنج للكريتيف اندستري، وكذلك هنتكلم على الكرييتيف كارير بالكامل، لان احنا معانا النهارده احمد مصلحي فاوندر هايرد اتش ار، هيرد علينا النهارده بكل الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغك في جزئيه الكرييتيف اندستري والكارير بتاعك. انا احمد متولي، وانت بتتفرج وبتسمع ذا كرييتيف كاست، ويلا بينا نبدا. ازيك يا مصلحي؟ اسطى، معلش جالي دليفري هي المشكله جه دي. دليفري المكتب. عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه يا متولي؟ والله انا زي الفل. كله بونو. اهلا بيك في الكرييتيف كاست على القناه الصفراء بتاعتي. منورين دايما. مبسوط؟ الحمد لله. بس دي اهم حاجه عندنا. يلا بينا. بص، دلوقتي في الكرييتيف فيلد في مشاكل كتيره جدا في حته الهايرنج بروسيس في الكرييتيف كارير نفسه. حلو. انا دلوقتي كشركه لما اقرر ان انا اروح اجيب كرييتيف يشتغل عندي بالرولز الكتيره قوي اللي موجوده، آه، انا محتاج ابص على ايه اصلا. ماشي. طب تعالى نرجع خطوتين ورا شويه تعالى كده نرجع. عموما. خلينا نتكلم على الكونسبت اوف هايرنج عموما. حلو. ليه الشركات بتهاير وفي نفس الوقت احنا ليه بندور على شغل؟ ماشي. لان حتى الكرييتيف اندستري ممكن نقسمها لحاجات كتيره. هتلاقي الناس شويه عايزه تشتغل في كوربريت، عايزه حلو. تشتغل في ايجنسي، او انا مع نفسي امم. وفريلانسر. تمام. فنخلي السكوب عموما على كده. اوكي. الشركات لمّا بتهاير أصلًا بتهاير ليه؟ بتهاير عشان هي عايزة تعمل حاجة، والجول الكبير بتاع الشركة ده متقسّم على شوية حاجات صغيّرة اللي امم. هي departments في وظايف في امم. تاسكات بعد كده. حلو. لحد فترة ما يعني موضوع الcreative كان مرتبط بالmarketing القديم، اللي امم. هو انزل بقى اعمل لي اللي هو إيه، أنت دارس principles of marketing، حلو. أنا عايزك فيليب كوتلر التاني، حلو. والّا بقى يا باشا أنت اسمك ماركتير وكل اللي أنت بتعمله يالّا هاري. ننزل اوكي events، ماشي. يالّا نعمل ننزل معارض billboards بقى عشان هو ده بالنسبة لنا الmarketing، ولو إحنا شركة تقيلة يالّا في التلفزيون. حلو. وكان في tycoons كده في الcreative مثلًا زي طارق نور والكلام ده حلو كله. أوي. هتلاقي آخر 10 سنين بقى في احتياج للناس الcreative، وكمان الوظايف كبرت. يعني لو جينا قعدنا القعدة دي من كام سنة، هو اسمه مثلًا لو حد في الdigital marketing هو اسمه digital marketing specialist، بعد كده بقى الposition ده لوحده agency. يعني لأ أنا content writer بس، لأ أنا media buyer بس، لأ أنا حد أنا اللي إمم. باعمل الdesigns، أنا حد بامنتج زي الناس اللي ورا حلو. الكاميرا. فالموضوع تشعّب. فببساطة الconcept of hiring أنا عندي goal عايز أوصل له. الgoal ده بنعمل له إيه، شوية effort، شوية operation، شوية processes. تمام. الشركات بس أي شركة بيبقى عندها core function هي متخصصة فيه وشاطرة فيه. أنا production، أنا service provider أيًا كان، فالشركات تبقى شطّار فيه جدًا. في حاجات supplementary دي في بعض الأحيان بيبقى إحنا إمم. الHR، في بعض الأحيان بيبقى الmarketing، واستعين أنا بservice provider حلو. برضه. فwhen it comes to hiring أنا محتاج حد يعمل لي position، الposition ده أنا مش قادر أعمله برّه شغلي جامد. ببساطة. طيب إيه النظرة أساسًا اللي أنت بتبُص لها ساعة لمّا تيجي لك الشركة تقول لك والله أنا محتاج حد؟ هل الشركة بتيجي لك بشكل مفصل لكل حاجة هم محتاجينها، والّا بييجي يقول لك والله أنا عايز digital marketing ويسيبك ينفع ويمشي؟ أعيّط بعد السؤال ده والّا آه. لأ؟ طيب خلّينا نقول هو الصح. إمم. زي ما عندكم حاجة في الcreative industry اسمها brief، مفترض يدّيني brief أو ما هو details إحنا ما بعد بناخدش الbrief. brief أصلًا. ما هو أنا هاوصل معاك لكده. أو details بعد الbrief اللي هي اسمها الjob description حلو. بقى والcriteria اللي إحنا آه. طالبينها من الناس وهكذا. الشركات الكبيرة واللي عندها structure واضح، بيبقى عندها detailed job إمم. description وcriteria معروفة. الشركات الصغيرة أو الناس الcreative لأ، أنت افهم أنا دماغي فيها إيه، يعني أنت خُش جوّه دماغي إمم. افهم، بعد كده روح اشتغل على الhiring rule دي، وهات لي حد اللي هو في الفراشات اللي بتطير عندي جوّه. طب مش ده أصلًا بيعمل مشاكل عندك في الhiring process؟ بيعمل وِش. بس كده. أصل إحنا في الأول وفي الآخر لو أنا فهمت غلط أو أنا ما فهمتش أو أنت ما إمم. وصّلتليش الصورة، فأنا رسمت صورة تانية وأنا رايح شايف إن هي الصح. إمم. تمام. آآ إنما الطبيعي على الأقل بيبقى في basic requirements، ده اللي ما ينفعش نطلع براها. زي إيه مثلًا؟ يعني أنت الhiring process بتاعتك بتتم إزاي؟ أنا بالنسبة لي الhiring process باحاول إن هي تبقى equal للcorporate. إحنا بعد ما بناخد الbrief أو بناخد الjob description،
ببدا اعمل اكتيفيتي الا وهي اسمها سورسنج. حلو. السورسنج ده ببساطه انا بدور على الناس. انا حتى نفسي في شغلي كنت قريت شويه ودرست شويه في الماركتنج، ففي حاجه اسمها انباوند، في حاجه اسمها اوت باوند، في حاجه اسمها البوش نوتيفيكيشنز والكلام ده. فانا بعتمد برضه في شغلي على كده. فيا اما انا بعمل حاجات انباوند اللي هي الجوب بوستس بقى، سواء على السوشيال ميديا تشانلز، على الجوب بوردز، على لينكد ان، وبكتب الجوب اد ايكوال كاننا بنعمل اعلان، ومتوقع ان الناس انباوند هي اللي تجيلي. تيجي تقدم. او بقى الموضوع اكتر شويه اللي انا بعمل زي البوش نوتيفيكيشن. انا بعمل دراسه للوظيفه والشركه والاندستري بتاعتها، فبتارجت شويه ناس. فخلينا نستخدم كلمه بيرسونا. فانا بيبقى عندي بيرسونا للكانديدز اللي انا بدور عليهم، وببدا ادور عليهم. موجودين على لينكد ان، يلا بينا نروح على لينكد ان. موجودين على جروبس خاصه على الفيسبوك، يلا بينا نخش على الجروبس دي. ننزل لهم ميت ابس وايفنتس، يلا ننزل لهم. وببدا اعمل لهم ايه، ببدا بعد كده اللي انا اعرفهم ان احنا في اوبورتيونيتي ممكن تبقى ماتشنج ليك. وببدا بقى ايه، اتشيك كمان البريفرنسز بتاعته. وانس ان هو راجل انترستد وانا عندي قناعه ان اللي شغال واللي مش شغال بيدوروا على شغل، بنبدا نطلب منه شويه حاجات. في الهايرنج العادي بنطلب بس في، انما في الكرييتيف طبعا لازم يبقى فيه بورتفوليو عشان اقيم دي معاه. طيب انت في حته انا الامباوند لسه ما دلوقتي. خلصتش ما انا البروسيس. انا اسف ان اجاوب انا على اول انا اسف ان سؤال. انا قطعت حضرتك. اتفضل. لا كمل. لا كمل والله. ماشي. بعد كده احنا زي ما خدنا بريف من الشركه، احنا بنكلم الحد الكرييتيف ده. مش باخد منه هنا بقى بريف، انا بشوف الانترست بتاعته رايح على فين، امم. وببدا اعمل الماتش ميكنج. زي ما الشركات عندها كرايتيريا وفي حلو. شويه اوفرنج، انا بشوف انت كمان ويلنج اللي انت تموف على مكان بيقدم لك ايه، امم. وانت حابب تعمل معاه ايه. امم. لو في الوين وين ده، ببدا بقى نكمل البروسيس. طب تعالى نعمل انترفيو، وذر عندنا وذر اونلاين. امم. بعد كده بقى يجي دور الهايرنج مانجرز اللي بنخش بقى في التكنيكاليتي. بعد كده فاينل او بيعرضوا عليه جوب اوفر، او بيطلبوا اسسمنت او تاسك ممكن نتخانق عليها بعد شويه. لا انا البورتفوليو بتاعي بيتكلم اه. عني، لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمنا وينزل مكتبه. احنا كاتش ار عموما بنبص على ايه؟ بنبص على الشخص الكالتشري فيت. امم. وذر بقى انت كرييتيف او مش كرييتيف، احنا بيبقى عندنا كالتشر وفي نفس الوقت عندنا مهام. أنا المهام بتاعتي ممكن تبقى حاجة traditional، المهام بتاعتك ممكن تبقى creative، حد تاني المهام بتاعته قايمة على الdecision making. بس في الأول وفي الآخر أنا لمّا أقعد معاك إحنا we speak same language، امم. إحنا عندنا نفس الvalues. فلو إحنا بنshare نفس الvalues مع بعض، ساعتها هنبقى متفقين. فأول حاجة بابُص عليها في الشخص الcreative الcore values اللي هو بيؤمن بيها، هل هي ماشية مع ثقافة الشركة والcorporate values؟ لو كده أنا هاجري وراك. اوكي. خُش ما السؤال بقى اللي مش أنت كنت عايز مش تقاطعني، يالّا. متعلقه قوي بحته السكيلز اللي ممكن تكون موجوده عند الشخص، لان انت في ليفل معين مثلا في الناس اللي بتشتغل جوه الكريتيف اندستري. البورتفوليو بتاعي يكفي، السكيلز بتاعتي كفايه ان هي تدخلني اي مكان. حلو. هل الموضوع ده كان زمان كنت ممكن ان انت تتحرك معاه؟ هل ده دلوقتي مع ان بقى في ناس كتير شغاله في كل المجالات، هل مع الناس الكتير دول كلهم انت بتلاقي التالنتد المناسبه ليك وبتعدي على المشاكل اللي بتواجهك في كل المراحل دي عشان تقدر توصل للاخر بالشخص ان هو يكون فت مناسب للكالتشر اكتر من السكيلز؟ إحنا بنلاقي بس بوفرة الإجابة لأ، اوكي. رغم إن بقى الsupply أكتر من كام سنة فاتت. حلو. بس في كلمة بنستخدمها دلوقتي في الHR، يعني ممكن نستخدمها برضه. هي فعلًا pain مش عندنا بس في العالم كله، في مم. حاجة اسمها war on talent. العالم كله في حرب على الtalents، مم. إن إحنا نلاقي ناس كويسة. يعني هاغششكم بحاجة من المطبخ. أنا هنا في الseat بتاع الrecruiter، أنا اللي بادعي إن حضرتك تطلع كويس عشان أهايرك، إنما أنا مش في دماغي اللي أنا عايز أطلّع فيك القطط الفطسانة، ولا عايزك اللي أنت تطلع وِحِش. أنا ما عملتش شغلي. أنا once اللي أنا لقيت الشخص المناسب وعيّنته، أنا كده عملت شغلي. فأنا من جوايا أنا بادعي إن أنت تبقى الشخص المناسب ده. مم. أنا مؤمن إن عندنا ناس كويسة جدًا، جدًا، جدًا. آآ الفكرة في التلاقي. مم. هو يوصل إزاي للمكان اللي بيدوّر عليه، وإحنا كمان إزاي نوصل له ويحصل للwin-win. معظم الشركات بيget impressed by بُص على الportfolio بتاعي، بُص أنا مم. شاركت في إيه، بس نيجي نشتغل مع بعض، I'm not feeling good today. لأ ده هنا شغل. يعني الشغل هو الفرخه كَدّ اللي ما وتعب، بتبيضش بتتذبح. كَدّ وتعب. مم. يعني منظورك عن الشغل هو إيه، ده مهم جدًا. مم. إحنا كلنا بنعمل effort، في مردود بعد كده. مم.
والمردود بيجي بعد مش قبل. مم. فالاجابه الناس موجوده، بس لازم انت من جواك تبقى عايز تتحرك. لو اوكي انت مش عايز تتحرك، حتى لو انت افضل كرييتيف، لو البورتفوليو بتاعك هتقعد في البيت. يعني يقعد 7000 سنه قدام، مش هتفق معاك. طيب ايه المشاكل اساسا اللي بتواجهك في البروسيس دي كلها؟ مشاكل كتيره. في مشاكل دي جلوبالي، ان مثلا لما بننفايت حد الانترفيو نو شو ما بيجيش. افريج ماركت دلوقتي للنو شو 70% و30% بس اللي بيجوا. طيب خليني، انا اسف ان انا هقطعك على عشان حته هنا، ماشي. معلش انا اسف، بس هو ما بيجيش عشان الحاجه دي مش فت بالنسبه له، ولا عشان ما بيجيش؟ لا، ما احنا عندنا مرحله الفت بعد التليفون. اه انا بعرفك الاوبورتيونيتي والمكان، انت ما فيش جو السعر انبوكس. طيب هقول لك خلي برضه بالك برضه دي مالهاش علاقه بالكرييتيف امم برضه، عشان الناس ما اه تاخدهاش على محمل اللي احنا ده في كله. بننتقد. انا بقول لك ده الماركت ريشيو عموما. امم بتكلم الناس 70% ما بيجوش بعد الكول. خالتي ماتت لي تاني يعني مره، ما اعرفش حصل هل لي هو ظرف. بيبقى عارف كل، لان انا هقول لك على حاجه مثلا، اتفضل انا بلاقيها بتتبص كتير قوي عندي. قول. انت هتديني كام؟ ماشي، وعرفني كل حاجه في الكوكب قبل ما تنزل. انا دي حاجه مثلا انا بشوف حق على الشخص قبل ما يجي، قبل ما ينزل من بيته، حلو. اللي هو ان هو يشوف فعلا هل انا هافرت عليك فعلا كل حاجه انت تستحقها ولا لا. طيب انا بحب الكلام يبقى ايجابي شويه، فانا هاخدك ان هي ناحيه حق، واخدك ان هي مش ناحيه حق. حلو. حلو كده. ليه؟ اولا لو هنمشي بروسيس صحيحه 100%، مم. لازم اعمل لك في الكل حاجه اسمها جوب ريفيو. مم. اديتك تصور مبدئي. احنا بنشتغل من الاوفيس، احنا بنشتغل ريموت، احنا بنشتغل هايبريد. حلو. رينج اوف سالاري حلو. فروم تو، لو انت ابروفد عليه. مم. احنا الهايرنج بروسيس بقى، واشرح له ان في مم. انترفيو وفي تكنيكال انترفيو وفي اسسمنت او تاسك لازم تعمله. تمام. دي حاجه، دي اللي هي الايديال. مم. تمام. هل الماركت عموما في كل الشركات صغيره او كبيره بيمشي بالايديال؟ الاجابه لا. مم. برضه من الطرف الثاني، تعالى كده، انت عايز تستعين بحد شاطر في حاجه ما. مم. تمام. انا لما هقعد معاك هتفق او مش هتفق معاك، يعني مفيش حد بيجبر اكيد. حد ان هو يجي الشغل عافيه. اكيد طبعا. تمام كده. فلو انت willing اللي انت تدور على opportunity show yourself. انا من حلو. المدرسه تبدا مم. الاول، حقك اللي انت تعرف، بس في نفس الوقت يعني وري الناس how good you are. اوكي. تمام. ما عنديش مشكله اللي انت تعرف في البدايه. ستيل الغالبيه العظمى حتى بعد ما بيعرف ما بيجيش مم. لاسباب منطقيه او غير منطقيه. مش عايزين نقول كلام جارح في مم. البودكاست. بس برضه عشان الموضوع يبقى في من الطرفين، ان ما ننتقصش حد حق. دور الريكروتر في الاول اللي انت اتليست تدي الحاجات البيزكس اللي هو المفروض يعرفها. وانا من مدرسه لازم اسال على جوب بريفرنسز. مم. يمكن انا عندي سؤال دايما بقوله لكل الناس. زي ما كل وظيفه ليها ريكويرمنتس، احنا كبشر كمان كل واحد فينا مم. ليه ريكويرمنتس في الاوفر او في الاوبورتيونيتي او في المكان اللي عايز يروح. ببدا اسمع منك، فالريكروتر الشاطر يسمع منه. بس عموما الناس سبيشال الكرييتيف هو بيزهق بسرعه. مم. فهو مش بيحسبها ايفورت مقابل ريفينيو. هل دي شايفها حلوة والّا لأ؟ وبعد كده نشوف غيرها، نشوف غيرها، نشوف غيرها. فدي من المشاكل، عشان مم. الناس اللي بتسمع أو بتتفرّج عشان ما يتوهش مننا. كان متولي بيسألني على المشاكل اللي هي بتقابلني، فدي حاجة موجودة. حلو. مش بتقابلني أنا كشخص، يعني مم. بتقابلنا عمومًا. تمام. ما انا ممكن اقول لك ليه ناس كتيره قوي بتبص عليها كجزئيه هل دي شغلانه حلوه اخدها ولا لا. ماشي، هم بيبصوا عليها هل هي لما تتحط في البورتفوليو بتاعهم هيساعدهم ان هم يوصلوا لحاجه اعلى ولا لا. طب طالما ما انا هشرح لك اللي انا أنا بشوفه. قُلت طب بس وسكِتّ ما, عشان ما انا تكمّل. عارف. ماشي. ماشي، فهو اول ما هيلاقي ان الشغلانه البورتفوليو بتاعه اعلى من الشغلانه دي او المكان، مع احترامنا لكل الاماكن واحترامنا لكل الشغلانات مهما كانت ايه هي، انا باكسبت اي حاجه يا جماعه عادي خالص. ماشي، عشان الناس بيخافوا ان هم يكلموني عشان بيحسوا انها سعر غالي. ف دلوقتي هو لو مش شايفه ان هي هتضيف له هيجي لك ليه؟ لأ، أنت خدت لنا السيناريو بس إن هي مش هتضيف له. إمم. في too much scenarios، فما نحصرهاش كده. حلو. أنا هالخصها لك في حاجة. إمم. أنا على طول باقول الوظيفة عاملة زي البدلة أو الفستان. حلو. ما تلبسي اللي أكبر منك ولا اللي أصغر منك، ماشي. اللي على مقاسك. إمم. كذلك الشركات هي بتدوّر على الحد اللي بيfit. هي إمم. اسمها بيfit، مش نقي لي أحسن واحد فيهم. ماشي. لأ، الfit applicant مش الأفضل بين الناس اللي أنا باشوفها. أوكي.
حضرتك دلوقتي ما ينفعش من البدايه من ناحيتي دوري كريكروتر انا في مكان اجيب حد اعلى مني واتوقع انه هيجي، مم. ده امر illogical. مم. الا لو هديله بنفيتس فظيعه، انا عايزه ينقلني وهو عنده الويلنج ان هو يعمل سكسس ستوري مع مكان تاني، مم. قشطه. حلو. بس هل ده النورمال؟ لا، مش ده بتاع كل يوم. ماشي. فافري داي سيناريو ايه، انا عندي وظيفه لازم لها حد مناسب ليها، فلازم احنا اللي نتفق. بس السيناريو اللي انت حصرتنا فيه ان الوظيفه مش هتبقى مناسبه ليه، لا خالص. مم. تمام. فهو ببساطه لما هو كمان انا جبت السي في بتاعك منين او الكونتاكت منين، مم. انا واخده منك مم. يعني. ما حدش وقف ثبتك وقال لك حلو، اطلع بالسي فهمتك. في، فاهم؟ اه فانت يو اوريدي ابلايد. يعني هو اللي بيابلاي اساسا على كل حاجه وشايف كل حاجه من الاول في الاخر في كده برضو. برضه، في كده عشان اه. الكلام يبقى حقاني. اه. يعني في حد ريكروتر بيقول له انا عايزك لاوبورتيونيتي وما بيمنشنش غير لما بياخد السي في. مم. وفي التاني انا اصلا من شركه كذا وعندنا اوبورتيونيتي كذا. مم. تمام. بس عايزين نوصل لحاجه، تعالى نربطها البيلرز. حلو. اول حاجه، الوظيفه دي عباره عن شويه مهام ايا كان الوظيفه ايه، مم. بيقابلها شويه سكيلز من حضرتك بتستخدمهم عشان تأدي المهام دي. ماشي. تاني حاجه، الشركه عندها شويه اوفرنج وانا بشتغل عشان في النيدز، فانا عندي متطلبات عايزه مم. اسدها عن طريق الاوفرنج ده. حلو. وتالت حاجه زي ما قلنا، الكوربريت فاليوز مع ماي فاليوز لازم يبقوا ماتش. مم. لو احنا عملنا المعادله دي او عملنا ماتشنج للثري بيلرز دول، ناس الكرييتيف او ايا كان الناس اللي بتدور على الشغل هتلاقي الاماكن المناسبه، والريكروترز هيلاقوا الناس المناسبين. نسبه المعادله دي بتتعمل كام في المية؟ ما بتتعملش، هو عشان احنا بنبص لها من حاجه معينه. مم. ودي انا معلق كده عندي في الشركه. مم. الناس بتبص اول حاجه على التايتل وانت عملت ايه. حلو. انا اول حاجه معلقه لهم we don't hire by titles. حلو. احمد زي الحاج احمد، ماشي. بس يعني المهم ان هو يعرف كلنا يماتش اسمنا الحاجه دي. كوبي رايتر، اه. فاهم؟ كلنا اسمي كرييتيف، اوكي. لا، تعال نشوف انت بتعمل ايه واحنا عايزين حد يعمل ايه. حلو. هو ده اساس الكونفليكت، مم. سبيشالي كمان لو الشركه نفسها او الاتش ار مش فاهم في وظيفتك. فابدا اعمل ايه؟ يعني انا مثلا، انا فاكر ان انا درست شويه كونتنت رايتنج عشان بدل ما كنا بنعمل زمان جوب بوستنج، الجوب بوست طويل عريض، مم. جوب ديسكريبشن كامله بريكوايرمنتس كامله، وفي الاخر قدم. لقينا ان دلوقتي الكوبي رايترز بيقول لك ان افريج الكابشن 250 كلمه. انا بعمل يعني الهايرنج في 4 سطور. يعني ايكوال 4 5 سطور اكزاكتلي. فبالتالي انا بقيت اكتب الجوب بوست مم. في 4 5 سطور مم. بيزد على كوبي رايتنج مم. وبتجيب ناس. فانا مثلا بعيب على بعض الناس اللي في الاتش ار ان هو ستيل بياخد الجوب ديسكريبشن كوبي بيست يحطها لي في بوست، مم. محدش هيقرا كل ده. فده من البدايه بيؤدي لدايركشن غلط. مم. تمام. والناس الكريتيف مش فاضي هقرا كل ده، انت عايز ايه اؤمر، مم. فاهم؟ هات لي من الاخر. وبرضه بتفرق جدا يعني. آه آه، انا ساعات بستخدم كرييتيف تكنيكس في مم. الهايرنج، مش شرط الكرييتيف ان هو يبقى حاجه تبع زي ايه؟ الماركتنج. مره طلب مني سواق آه لتاكسي غالي جدا جدا جدا، مم. بمواصفات موظف بنك. عايزينه انجلش بريزنتبل كوميونيكيشن سكيلز. ده يشتغل ده اشتغل في سواق. شركه في... اه ماشي. اشتغل سواق عرفتها. والسالري ضعيف. طب اعملها لهم ازاي دي؟ وقتها كان في مشاكل مثلا على ابلكيشن اوبر وكريم، مم. وكان سواقين التوكسه بيتخانقوا معاهم مم. ويطلبوهم ويسلموهم للشرطه وحاجات مم. كده. صورنا لهم اعلان، مم. يعني كل الكومبيتيتورز عندنا الايجنسيز احنا بنهاير لشركه كذا مم. وتعالى سواق كذا مم. عادي برضه هجيب سواق عادي مش اللي هو مم. طالبه. فاحنا عملنا تصوير ابتديناه بريبورتاج كده عن الناس اللي بتشتكي سبيشالي سواقين التاكسيات، لان معظمهم كان هو بيشتغل ورديا، مم. فهي مش عربيته فهو بيشتغل وبناء عليه لازم يورد مبلغ، اشتغل ما اشتغلش مم. بيورده. فاحنا عكسنا المعادله. طيب ما تيجي انت تشتغل بمرتب ثابت سواء اشتغلت او ما اشتغلتش، مم. وعليك بونص على الرحلات الزياده. مم. يعني بفضل الله جالنا حد في الانترفيو لابس بليزر، شعره اخضر، فيري بريزنتبل، واخد تريننج، قبل وقتي. مم. فخلينا نقول ان حته الكرياتيفيتي مش حلو، انا معاك على مليون في المية في اندستري ده. معينه ولا حاجه معينه، لازم اللي انت يعني تبدع كده في شغلك عشان توصل للحاجه. حلو. تمام. خلينا برضو عشان الناس ما تتوهش نلخص شويه مشاكل كده عشان نوصل للحلول، لان ما بحبش برضو مشاكل مشاكل مشاكل. عندنا جاب جدا في الماركت، سواء ما بين الكاليبرز، ما بين الشركات، ما بين التواصل مع الاتش ار. الاجابه لازم الشركات تبقى عارفه هي طالبه ايه تحديدا. الاتش ار يعرف ان الهايرنج للناس الكريتيف توتالي مختلف عن الوظائف العاديه او التراديشنال. عادي جدا لو جالك كاجوال، عادي جدا لو طلب ان يبقى اونلاين،
عادي جدا لو هو بيتكلم معاك طلب بريك ويرجع تاني، ده طبيعي، ده طبيعي جدا، فتقبله كاتش ار بيس جدا. انما في وظائف تانية انا مثلا جايب مدير حسابات، لا مش هقبل مم. ده. تمام. فحط نفسك مكانه، هتلاقي ان انت فهمت هو بيفكر في ايه او هو عايز ايه. اسمع الريكويرمنتس بتاع الناس. مم. ان ريتيرن الناس الكرييتيف حاول تبقى محدد شويه. لو انت هدفك فقط بورتفوليو، بعد فتره ممكن ما يبقاش في طلب عليك. مم. انما لو هنتكلم على كارير، لان انت قلت ان في حاجه اسمها كرييتيف كارير، هنا الكارير بيفرق. كارير جيرني طويله جدا، حصل. على عكس الوظيفه هي مم. شويه تاسكات خلصتها انا ممكن امشي. تمام. برضه كونك بتشتغل مع team قوي ده إضافة ليك، حلو. مش شرط إن أنت تشتغل لوحدك. من ضمن المشاكل حتّة الturnover عالي أو التنطيط. على أيامنا كان الطبيعي عشان أبدأ أقول على حد stable في مكان يقعد فيها بس من 3 ل5 سنين، ده مم. بداية الكلام. دلوقتي أنا بeducate أي client سواء في creative jobs أو في jobs طالبة ناس entry level أو من Gen Z، مم. باشا لو قعد معاك سَنة أنت كده super hero. حصل. خلّي بالك في خلال 6 شهور ممكن هيدور نبدأ على حاجه تانية نعمل اساسا. replacement. هو بيبقى مش مصدق 6 شهور إحنا ما لحقناش لا، اشتغلنا على. هيدور على حاجه تانية. تمام. فخلّي بالك زي ما أنت برضه ليك needs وقُل لي مم. الbenefits وأعرف قبل ما آجي. once اللي إحنا اتفقنا وجيت، الشركة أصلًا مش هتبدأ تاخد منّك outcome قبل سنة، سنتين، مم. فهي مسؤولية. مم. زي ما أنت حد creative وما فيش حد زيّك، آآ لازم برضه تحس إن في مسؤولية، وإن الناس اللي أنا اتفقت معاهم مرتبطين بيّا وبغيري. حلو. تمام. بس. في جزئيه الكالتشر وانت بتتكلم انا عندي سؤالين تحديدا. عيش. جزئيه الكالتشر بتاعت الاتش ارز اساسا، هل هي لسه فيها مشكله في مصر؟ الإجابة لتالت مرّة، كل ما يقول مشكلة أقول له ما هو يعني ما هو فاهم؟ الفكره ان انت عندك كل الحاجات فيها مشاكل. طبعًا. طيب انا اقدر ان انا احلها ازاي؟ انت كهايرد اساسا بتحلها ازاي؟ أنا باحاول أنتقي اللي بيميت الculture. مم. يعني دي أول حاجة بالنسبة لي، أول حاجة في اللي أنا أحل أو أfill gap أو أقدّم service من عندي. يمكن بفضل الله ده اللي بيخلّي الclients عندنا مكمّلة 6، 7، مم. 8 سنين. هي حتّة إن يبقى في standards في الشغل، وإن أنا حلّي للمشكلة، أنا باجيب لك حد ده very matching مع الناس. أنا بقيت أطلب مع الbrief ابعت لي profiles الناس اللي عندك أبُص عليها، لإن الشخص اللي شغّال مم. هو مرآة حلو. الclient ومرآة غيره، مرآة حلو قوي. زميله. بقيت أبُص عليها كمان. فده دورنا برضه كHR. بس خلّينا مش كل حاجة نقعد نقول مشاكل، مشاكل، المشاكل ما بتنتهيش. اكيد. إنما الحلول أو نعمل إيه أو نتكلّم في إيه. مم. نيجي بقى للcareer. تمام. أيًا كان أنت إيه في الcreative career، خلّينا نقول إن الcareer بتاعك تقدر تشتغل full timer، دي حاجة حلوة مش عيب. تقدر تفتح agency بتاعتك، دي حاجة حلوة مش عيب. تقدر تشتغل freelancer برضه، دي حاجة حلوة مش عيب. اللي بيfit معاك هو ده اللي أفضل لك. هابدأ كده شوية قبل هوجة الagencies. هو أنا أشتغل في شركة كبيرة عشان أبقى في الmarketing team مم. في شركة X. especially زمان كان أهم حاجة في الFMCG، يعني مم. الmarketer في الFMCG هو ده الكريمة مم. الكريمة، فاهم؟ بعد كده لأ، أنا عايز أشتغل في creative industry then أطلع منها GCC في agency أنا آسف. بعد كده لأ، أنا اسمي بقى brand، أنا حتى هاعمل الsignature دي بقت مم. الlogo بتاعي، بقى مم. شكل النضارة بقى الlogo بتاعي، مم. فاهم؟ وأنا الportfolio بتاعي. ما هي الفكره دي وأحط جنب اسمي growth، حلو. يبقى ما هي بقت تكنيك الفكره كده، دي فاهم؟ ان growth أيًا كان مش marketer بس يعني، فاهم؟ ايوه، ما دي ممكن أبقى التطور اللي growth بيحصل في designer. الاندستري، ما دي تطورات أيوه بتحصل فاهم. اساسا للاجيال اللي لأ، طالعه. ما أنا باتكلم كadvice. ها. الcareer بتاعك خلّينا نقول أول حاجة هتعلّمك هي الfull time job حصل. literally. ابصم بالعشره. بس هاتعلّم منين أكتر؟ مش كل الناس تنفع تشتغل in house ومش كل الناس تنفع تشتغل في agency. أنا حتى عندي كده. مم. أنا حتى recruiters لمّا باقعد معاهم، أنت تنفع recruiter لشركة مش عندي في agency، ايه اللي يفرق؟ وأنت تنفع في agency ما تنفعش لشركة. هاقول لك اللي يفرق. أولًا لمّا أنت بتشتغل in house شغال على most probably single product أو شركة واحدة within industry معيّن. إنما الagency أنا ماسك 4، 5 أكونتات، فأنا شغال على 5 products مختلفين ب5 industries مختلفين. مم. فالpace سريع جدًا ولازم تبقى very adaptable، تبقى مُطّلع. اللي مش مُطّلع ما ينفعش في agency، حلو. اللي مش بيغيّر جلده ما ينفعش في agency. حلو قوي. الagency أكتر حاجة تنفع للentry level. ليه؟ بيabsorb كويس، لسه ورقة بيضا. ثانيًا هو عايز يتعلّم. ثالثًا الagency مرهقة، مرهقة. إن أنا باشتغل مع client واحد مُتعبة.
فلما اشتغل مع 5-6 كلاينتس حتى لو انا مش الاكونت مانجر متعبه. فاول 3 سنين خد الاكسبيرينس من الايجنسي، بعد كده روح كوربريت. الكوربريت بقى ايه؟ ستيبل، انت عارف البرودكت بتاعك، انت عارف الاندستري بتاعتك، بلس انت جاي باكسبيرينس تريبل اللي بدأوا في الكوربريت، مم. بلس كل ما بتكبر انت عايز تسيتل داون. هل الكلام ده بينطبق على الستارت ابس؟ الستارت ابس فيها شبه من الايجنسيز. مم. ايه الشبه؟ ان الدنيا فيري اجايل، فانت كل يوم باستراتيجيه شكل كانك خدت بريف من اكونت مانجر جديد او من كلاين جديد. ده الماتشنج بوينت، مم. تمام. ليه احنا مش عارفين احنا رايحين فين؟ سيبك من الكلام اللي بيتقال، انا عارف والله. احنا كل يوم بنجرب لحد ما تظبط، تمام. فهي شبه الايجنسيز في حته التغيير الكتير، مم. وشبه الكوربريت انا شغال على البرودكت بتاعي ماي اون برودكت، مم. تمام. بس عايزه واحد برضو اللي هو مقطع بطاقته. انا بحب الستارت ابس في حته ان هو بجانب ان انت فعلا ان انت كل يوم ممكن تصحى الصبح تلاقي حاجه جديده حصلت، وارمي اللي فات ده عندنا جديد النهارده. جزئيه ان انت بتحتاج في الكولبريت انت ما عندكش الاحتكاك بكل الاقسام زي اللي انت موجود ترسف في مكنه في انت اي حاجه الكوربريت انت عشان تبقى بتعملها عارف. من الاخر. فانت لو حد فيري سيستماتيك الكوربريت احسن لك، مم. حتى لو كرييتيف. حد بتزهق كتير الكوربريت مش مناسبه ليك. مم. يعني من ضمن الحاجات اللي في الكوربريت انت مش على مكتبك ليه؟ ما تجيش تقول له انا ما كرييتيف. ما فيش الكلام فاهم؟ ده. كائن لا يعيش على مكتب، لا 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 ما لا فيش الكلام ده، لا لا ما فيش فاهم؟ الكلام ده والله. بالظبط. ادينا شويه كلام حلو بقى، سؤال حلو عشان نفرح الناس حاضر. بدل ما كلها مشاكل كده. حاضر. خليني اقول السؤال اللي انت قلته لي قبل الحلقه، هو اللي ماشي. قايله لي. انا ككرييتيف، انا ما بقتش بحب ان انا اشتغل في جوه شركات، الله فانا رحت يبارك لك رايح يا ابني. عامل شركه ليا. ماشي، وان شاء الله مش هتقفل. بس لو شخص الشركه بتاعته قفل، حلو. انت بتعمل له هايرنج تاني؟ وازاي اصلا شخص زي كده انت بتعمل له هايرنج اصلا؟ ماشي. طيب بعد الشر عليا. خلي بالكم من السؤال ده، كان سيتويشن حقيقي قبل ما نطلع نصور او قبل ما نريكورد. انا اكتسبت خبره سواء من ايجنسي او من شركه، فقلت واي نوت اللي انا افتح الايجنسي بتاعتي. اللي انت تران بزنس توتالي مختلف. ده انا انت معاك. بتبقى فاهم في وظيفه معينه، بس راننج بزنس هي حاجه تانية. حلو. انت بتمانج فاينانسز مع سيلز مع ليجل مع تاكسز، انت بتعمل حاجات تانية بالاضافه للي انت شاطر فيه. معاك مليون في المية. ففي 100 ماسوره بتضرب فيك. حلو. فلو انت ما قدرتش تبالانس وتاخد صدمات وتكمل هتقفل. مم. الكامينج باك بتبقى صعبه شويه. ليه؟ اولا انا دوري لما بهاير فول تايم انا بهاير حد عايزه يكمل معايا، وببص عارف السؤال اللي هو اللي عليه ميمز كتيره، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ شايف م... نفسي في الشركة أي- لسه من وقاعد ضمن الدنيا من تمام. ضمن الحاجات اللي بنقيسها ها. ان your goals aligned مع our goals. حلو. فانت most probably انا عندي انطباع انت الجول بتاعك مش aligned معانا. ها. ليه؟ انت هتبالانس، ممكن تظبط تتعافى حالك وعايز ترجع ترجع تاني. تاني، ها. تمام. طبعا مش كل الناس كده، يعني مفيش حاجه ثابته، بس انا جالي كانديد هو ويلنج ان هو يشتغل فول تايم، وانا جالي حد كان شاطر ها. بس بعد كده ساب الفول تايم، قال لك اتس نوت مي اني مور، ها. وراح فتح ايجنسي. الدنيا ما مشيتش كويس هل فعايز هل ده ارجع تاني. بيفرق ما للدرجة انا دي يا هقول لك، مصلحي؟ ما انا هقول لك لو هو وصل لي انطباع ان هو مش جاي يتعافى معانا، مم. يار ويلكم. حلو. لو هو باين عليه او وصل لنا انطباع ان هو جاي بيتعافى، بس دي فيه، انا مش بهاير لشهر ولا 2، انا حلو. مش عايزك تجرب فيا ولا انا عايز اجرب فيك. معاك مليون هو في الموضوع المية. كده. ها. فبالتالي هختار الكانديت التاني اللي هو وصل لي ان هو هنقعد مع بعض بس. الانطباع ده ممكن يبقى زي ايه؟ انا بسالك النكست ستيب بالنسبه لك. ها. سؤال شايف نفسك فين، هو سؤال افكتيف عليه ميمز كتيره بس هو سؤال مم. افكتيف، تمام. طيب أنت دلوقتي إيه الدروس اللي اتعلمتها من قفل البيزنس؟ هل شايف إن البيزنس لو هتفتحه تاني، تفتحه بعد فترة قد إيه؟ هل شايف سنة مناسبة، 5 سنين مم. مناسبة؟ فهو من إجاباته بيدّيني impression. مم. الimpression ده يا هو وجّهني إن أنا راجع تاني، أو لأ أنا خلاص مش هاكرر التجربة. في ناس باقابلها لأ أنا مش هاكرر التجربة دي تاني، مم. وبتحصل. ليه؟ هو عرف إن هو مش حد بتاعته اللي أنا run business، وأنا الcareer بالنسبة لي هو أفضل حاجة. حلو. أنا أنتيمي وياما كنت باتخانق بقى معاه ياما الشباب وأنا بران، فاهم؟ هو بتاع corporate بحت، وهو بتاع hierarchy وcareer ولازم مم. أطلّع business card،
وانا مش فارقه معايا، يعني انا فالت مقطّع هاير دي بطاطا. 3 4 مرات اصلا فاهم، وارجع تاني. إمم، فايه اللي بيحصل، هو ده الدين بتاعه وده الدين بتاعي. إمم. فالراجل ده لو هو حد فعلا خلاص it's not me، وانا هو الكارير بتاعي انا حسبتها غلط، والكارير بتاعي اللي انا ابقى وسط تيم، يلا بينا يا مراحب. هل ده أساسًا في وقتها بتلاقي إن fitting jobs تليق عليه وهو يليق عليها؟ هيلاقي، أنا إمم، مؤمن إن كل حاجة وليها زبونها، حلو. هيلاقي، كده، كده هتلاقي وهيشتغل. بالعكس ده ممكن يلاقي شركة كان الناس عارفين إن هو اللي بيrun إمم، الagency دي وأنا برun agency، تعالَ نستفيد من خبراتك. حلو. يعني كده، كده يعني حتّة الشغل والرزق دي يعني بتاعة ربنا موجودة الحمد لله. ومضمونة من عند إمم، ربنا تمام، بس إحنا بنتكلّم كcareer wise، إمم. إنّما هتلاقي شغل، هتلاقي شغل وربنا يكرمك. طيب في جزئية كنت هاسألك عليها في أول الحلقة وهي إن المرتبات في السوق، أوكي؟ رجعنا للمشاكل تاني أصل في ساعة لمّا كنا بنتكلم على حتّة هل هو هييجي الinterview والّا لأ، فجه في دماغي كده سؤال، أنا ممكن أقول له يعني ده حصل الsalary معايا كام، قدّام السعر عيني، inbox. مش حتّة حتى السالري كام، يعني كان السالري اللي إحنا عارضينه حاجة، وهو لمّا جه لأ والله هو أنت ما تستاهلش الجنيه اللي أنا هادّيه لك، أنت تستاهل أصلًا 2 جنيه، فأنا هاجي أدّيك 2 جنيه من نفسي، حلو. ماشي؟ فده بيحصل أساسًا في الmarket في حين إن المرتبات في الcreative industry لlevel معيّن برضه عشان أكون صريح، مش أحسن حاجة خالص. خلّينا نقول الmarket اللي إحنا فيه دلوقتي عنده مشكلة في الsalaries، لإن هو بقى بيcompete مع markets برّه جوّه. بمعنى كام فهمت. دلوقتي agency إمم، بتقول لك أنا جايب investment من السعودية وهافتح الoperation من مصر، صح. ولو أنا ادّيته نُص أو 60% من اللي هادّيه في الmarket آه، عندي equal هنا double وtriple اللي هياخده من local agency. صح. فالشركات هنا بتعاني. إمم. يعني الشركات بقى هي creative مش creative، agency مش agency، الشركات الفترة دي بتعاني. ل لمجرد إن في investment أساسًا داخل؟ لأ، لمجرد اللي أنت بقيت كmarket بتcompete بالmanpower بس حلو. بتاعتك، إمم، فإحنا هنبقى hub لشركات كتيرة برّه. يعني إحنا أفضل ناس عندنا هو العنصر البشري، إمم، تمام. أنا وأنا معاك دلوقتي جاي لي request من الإمارات، إحنا شركة real estate في الإمارات، وبنعمل marketing agency هنفتحها من مصر، ممكن تبقى in house لينا وفي نفس الوقت أجيب ليها clients. إمم. مدّيني الsalaries بتاعتهم تحفة comparing للagencies هنا. however لمّا حسبتها الاتنين هو هناك أقل بكتير. طبعًا. من سنتين بالضبط جالي نفس الrequest إمم. شبهه مع شركة تانية، برضه إحنا group of companies في الإمارات ما بنفتح هو ده كذا. بيحصل عشان هو بيبُص على فرق العملة بتاعتك، بالضبط بس أنا هاقول لك على حاجة أنا شُفتها قدّام عيني، إن في أشخاص هنا في مصر لو هو جايب زيّهم في الدولة بتاعته، هيدّي لهم نفس السالري. خلّينا نقول لازم يبقى في حاجة اسمها salary structure إمم، برضه ده الideal. يعني إيه؟ أنا عندي grades، الgrade ده from to، إمم، إن أول وظيفة ليّا كنت رايح وكاتب expected معيّن وأنا صغير، خدت أكتر منّه عشان إمم، أنا داخل على grade معيّن، ده كان range الsalaries عندهم. إمم، بس ده مش الحاجة الكبيرة أو مش الحاجة اللي كل الناس بتعملها. خلّينا نقول الشركات ولا عايزة تفاصل ولا في نفس الوقت عايزة تدفع أكبر إمم، من مقدرتها، إنّما في الأول وفي الآخر إحنا عايزينك أنت، إمم، عايزينك تشتغل، بس عايز أكسب، عايز أكسب من الteams كلّها، عايز أكسب منّك ومن غيرك والكلام ده كلّه. دورك لو أنت شاطر الفترة الجاية، اظهر شغلك كويس، اشتغل على حاجة بتشتغل overseas، هتلاقي إن في balancing في الbenefits بتاعتك أو في الrevenues بتاعتك، حلو تمام. أوي. بس لو أنت في stage في بداية كاريرك don't be in a rush لحتة الsalaries. أنا بابُص إن أنت ممكن تقعد أول 3 سنين أساسًا ودي باقولها لأي حد، أول 3 سنين ما تبُصّش إن أنت تاخد فلوس، ما تاخدش فلوس. يعني فعلًا أول 3 سنين انسى إن أنت تعرف أنا إن أنت شُفت post إمم، والpost ده من startup وفي نفس الوقت من HR، إمم، ما ينفعش entry level دلوقتي أقل من 5000 جنيه، غير كده ما تنزلش من بيتك. حضرتك أنا مرحلة الجامعة تعتبر مرحلة الentry level، بالعكس الجامعة أنا شِبه مش باتعلّم إمم، فيها السوق محتاج إيه. أنا أول سَنة، سنتين لو اشتغلت في شركة هيعلّمني السوق محتاج إيه. أنا بادفع مصاريف في الكُلّية في الكورسات اللي باخدها، وما بيدّونيش حاجة في الكُلّية، صح، تمام. فلو أنت اعتبرتها أول سَنة زيادة هي extension للكُلّية بتاعتك،
اعمل كده. تمام. ليه؟ انت ستيل ما عندكش حاجه تضيف لكيان سواء كبير او صغير، انت في مرحله تعلم، فانت اللي بتستفاد منهم. إمم. فعشان بس معضله هم بيستغلوني في الانتري ليفل، لا حضرتك اللي بتتعلم، بالعكس استفادتك اكبر من استفاده الشركه، بس انت لسه ما عندكش الاوفرول بيكتشر. وكلنا إحنا واحنا هنتشتم صغيرين، كتير أوي على الحتّة دي. واحنا صغيرين وانا انتري ليفل، خلي عندك الاوفر فيو وانا اتكل على الله، فاهم؟ لما كبرت فهمت حاجه زي كده. إمم. الناس السينيورز بعد كده ابدا اعمل بقى الدايركشن الصح في الكارير بتاعك. خلاص انت تستد الماركت إمم. وتستد حاجات كتيره، فانت حط البوصله بتاعتك صح. الناس الكبيره خالص يعني رايي ما تغامرش. يمكن ده هتقول ده كلام عواجيز وبتاع والكلام ده كله، لا انت في مرحله جني الثمار، فما تسيبش اللي انت زرعته السنين اللي رايح. فاتت وتعالى نجري نعمل إمم. حاجه جديده. تمام. إمم. بس ببساطه. مع إن في الحتّة دي في الentrepreneurship إن أساسًا أكتر الstartups اللي بتنجح بيبقى اللي الناس بتبتديها أصلًا بعد 45 سنة، 46 سنة. انا مش معترض على كده، ما هو جنى إمم. الثمار اللي فات. آه. لأ، في ناس in a rush اللي هو ما لحقش اسمه اتذكر ولا ليه أي success stories، إمم. بس قرّبت، فاهم؟ إنّما الناس اللي فتحت startups نجحت بعد 45 سَنة أو بقى سِنّه 45 إمم. سَنة، هي دي الثمار by the way. إمم. هو جنى خبرات تؤهّله لكده. حلو. يعني وأنا معاك دلوقتي أنا باخبّط. أنت عارف إن أنا فتحت هايرد وأنا عندي كام سَنة؟ إمم. 27 سَنة. حلو. أنا ما أعرفش أصلًا يعني إيه كلمة entrepreneurship إمم. ولا كانت موجودة قبل الecosystem بسنة. يعني إمم. أنا دخلنا في 2014 كده، كان في mentorship program دخلت فيه، والمقر اللي دخل فيه، إمم. وكان كام startup هايلين. كان منهم startup وقتها بتشتغل في البيتكوين، ما حدش كان يسمع يعني إيه إمم. بيتكوين. كان في startup وقتها بتشتغل في الVR، ما كانش إمم. في حاجة في مصر كلها اسمها VR، اللي هم كانوا مصورين ميدان إمم. التحرير 360، فاهم؟ إمم. فوقتها عرفت بقى إن في حاجة اسمها entrepreneurship وentrepreneur والكلام ده كله. فأنا كنت باخبّط، يعني لسه باشرح النهارده لحد باقول له أول client جِبته أنا جايبه عشان أنا أعرف الشخص اللي هناك، أنا اللي موصّل له الinterview، فاهم؟ إمم. فبعت له offer، هايرنا له حد، يالّا يا باشا هات لي فلوسه، ادّيني ورق الشركة. طب ما أنا مش عامل ورق شركة صباح إمم. الفل. قال لي: "لأ، ما أنا ما ينفعش الfinance تعرف فلوس من غير ورق شركة." 10 سنين لحد دلوقتي ما خدتش عليه جنيه. إمم. فأنا في الأول كنت باخبّط، فاهم؟ إمم. إنّما اللي نجحوا بعد 45 سَنة ليه؟ لإنه عدّى بpitfalls كتيرة، فكسبته خبرة وثُقل فنجح. إمم. تمام. إنّما اللي في الcareer بتاعه أنت مؤهل إن أنت تبقى manager director، دي حاجة مش وحشة. أنا مرّة قعدت في meetup مع ناس تقال جدًا في أماكنهم، منهم واحدة كانت ex McKinsey، إمم. أكبر شركة consultation في إمم. العالم. الprofit share بس بتاعها يعني لو أنا فاتح startup مش هاجيبه، فاهم؟ راحت ناحية إيه، إمم. الtrend، أنا هافتح startup، خلاص بقى اسمي entrepreneur. كانت بتعاني، مش متخيّلة كَم الحاجات اللي بتطلع لها والخزعبلات دي. أنا الدنيا عندي كانت غير. إمم. سَنة، سنتين رجعت تاني. ليه؟ الموضوع من برّه totally مختلف عن جوّه بس. والناس الcreative خيالاتهم أكبر من الواقع يعني أنا ماشي فراشات على طول بتطير حواليّا، إمم. فاهم؟ بس. فagain نرجع للcareer. كل واحد مؤهل لحاجة معيّنة، مشكلته بتبتدي لمّا بيبُص للحاجة التانية. أنا full timer شاطر جدًا، إيه ده صحابي فاتحين agency أنا هافتح agency. إمم. أنا كنت فاتح agency بس مش عايز أتحمّل team كامل أنا هابقى freelancer. أنا freelancer. أنا لحد دلوقتي الdeal بتيجي لي لوحدي، وفترات فيها رواج، فترات كساد، فأنا عايز أفتح agency وأدوّر ناس تحتيّا. ففي حد fit للfull time job، في حد fit للagency، في حد fit للfreelance. أيًا كان أنت حابب إيه، stick للحاجة اللي ماشية معاك whether في شركة، whether في agency، whether اللي أنت تبقى فرداني. يعني كُلّه صح، بس اعمل الحاجة اللي ماشية معاك. طيب جوّه شغلنا إحنا عندنا skills technical حلو. ماشي، وفي soft skills محترمة كده، يعني مش دارجة أوي، أيوه. فاهمني؟ فالمفروض كشخص بيشتغل في الصناعة بتاعتنا دي، إيه الskills اللي تكون عنده عشان يسرّع عملية الprocess بتاعته بشكل محترم، حلو. وما يبقاش تُقله بس على الportfolio، لإن أنت ممكن تلاقي portfolio جامد أوي، بس هو مش portfolio. عايز أتعامل مع آه. الشخص ده. طيب، أهم مهارة لينا كبشر كُلّنا
هي الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل. مم. للاسف الناس الكريتيف وبرضه الناس التكنيكال اللي هم الديفلوبرز والكلام ده كله، مهاره التواصل عندهم مش افضل حاجه. هو كريتيف او معظم الناس الكريتيف شايف نفسه على طول صح، هو اللي بيفهم، واللي قصاده ده عمره ما هيوصل لمستوى تفكيره. مم. تمام. فدي حاجه خاطئه. فاول سوفت سكيل انت محتاجها هي الكوميونيكيشن سكيل. الكوميونيكيشن سكيل هي رايح وجاي، ولا انت بتقول بس ولا انا بقول بس، والعبره بالسمع والانصات والفهم الكويس. مم. تمام. دي اول واهم سكيل، واول حاجه بيجي منها المشاكل كلها. ليه مش فاهمين بعض؟ لا مديري اللي مش فاهم، لا ده مديري بيعنفني، لا ده بيتربص لي، لا انا اعلى من الناس اللي انا شغال معاهم انسون. طيب، تاني سوفت سكيل، ودي يمكن اكتر من شركه كونسلتيشن عملوا سيرفيز، بقت حاليا يمكن ترند جلوبالي، الاكونتابيلتي. مم. انت تبقى اكاونتبل، تحمل مسؤوليه. الاكونتابيلتي مهمه جدا جدا جدا. لو انت بتشتغل وفي نفس الوقت باصص لنفسك فقط، مش هتكمّل. ليه؟ ما حدّش بيعيش لوحده، ما حدّش بيشتغل لوحده. الaccountability مهمة جدًا. أنا في شركة، أنا في agency، إحنا في الأول وفي الآخر مجموعة كاملة. مم. وأنا لو أنا مش accountable عملت شغلي بس أنا عارف إن اللي بيستلم منّي هيسلّمه غلط، طب ما ألحقه من الأول. أو أنا account manager خدت الbrief، أنا عارف إن الclient في البداية هو ده الbrief اللي ادّاه لي، بس still مش هو ده اللي هيفهّم الناس عندي جوّه. مم. لأ، خُد الextra mile واقعد مع الclient تاني. فالaccountability مهمة جدًا، جدًا، جدًا. الشخص كل ما بيبقى مسؤول ده بيبقى حلو جدًا. حاجات بقى أنا باطلبها، إن حد يبقى عنده ability to learn، إنه على طول بيتعلم. ما فيش حاجة اسمها أنا وصلت لمرحلة معينة ويعني ده أنا هابدأ أألِّف كُتب. لازم أنت حد كمان تبقى مُنجز أو تبقى result oriented. مم. تمام. الcommunication skills مهمة جدًا، وهي اللي بتوصّل شغلك whether بقى أنت شغال full timer أو حتى الpersonal branding by the way، هي في الأول وفي الآخر هي communication. إيه مم. الmessage اللي أنت عايز توصّلها له؟ مش أنت بقى تقول أنا متولي وبامسك احنا C عندنا level شركة باعمل بيرسونال لهم براندنج personal يا جماعة branding. يعني. أيوه، فاهم؟ هي communication في الأول مم. وفي الآخر. being accountable في نفس الوقت. آآ ما توقّفش تعليم وتبقى result oriented. لازم يبقى في مردود من اللي إحنا بنعمله، مش بنعمل كامبيناية مطرقعة بس ما باعتلناش في الآخر. حلو أوي. نصيحتين تنصحهم أو نصيحة تنصحها للشركات وللأفراد. ماشي. الشركات، حُط نَفْسك مكان الشخص اللي بيدوّر على شُغل، عشان هو في الأول وفي الآخر طريقة الشغل التقليدية المُعتادة ما بقِتش هي اللي موجودة. فحُط نَفْسك مكانه، اسمع له. مش بس هو ده اللي عندنا وخلاص. الأفراد، لو حضرتك بتشتغل لازم يبقى عندك منظور تجاه الشغل، إن الشغل ده حاجة مش رفاهية، هو effort يليه المردود مش العكس. أنا اتبسطت إن أنا قعدت معاك شوية دول. وأنا كمان. أنت عارف إن بقى لنا تقريبًا ساعة إلا ربع. بجد آه والله. والله العظيم. طب تصدق ما شايف حسيناش؟ الوقت بيعدّي عشان قاعد يعني معاك. شغل فاخر. من الآخر. أنا بجد اتبسطت على الشوية دول. في حاجات أنا حتى ما كنتش عارفها. أنا باتعامل مع الpodcast صراحةً إن هي أوقات بتبقى one to one sessions. عارف، أنت راجل غالي، سعرك غالي، ما اعرفش أقعد معاك، فالموضوع يا بيفرق ريتني كنت شوية. طلبت fees بقى على الحلقة دي. ما أنا ممكن أخلّيك تدفع أدفع إيه؟ أطلب عشان fees. اللوجو. أنا بجد والله العظيم لأ، بجد اتبسطت إن أنت كنت معانا النهارده، واتبسطت كذلك إن أنت شرّفتنا. في أي حاجة عايز تقولها في الآخر خالص؟ اللي أنا عايز أقوله، الشغل مش خناقة، الشغل تكامل فقط لا غير ما بين الطرفين. ما بين الطرفين. حلو. آآ أنتم كنتم بتتفرّجوا وبتسمعوا The Creative Cast. عشان أكون صريح، أنا مصلحي، أنا تقريبًا أعرفك بقى لي كام سنة، بنعرف بعض بقى لنا 3 ما سنين كمّلوش أو 3، سنتين. 3. وقبلها أنا كنت باتابعه مثلًا قبلها ب4 سنين، من أيام الهوجة اللي هو كان قالها. مصلحي من الناس اللي أنا فعلًا باعزّها بشكل كبير جدًا، واللي أنا باثق في رأيها في حاجات كتير. كذلك باثق في الprocess اللي هو بيعملها عشان تقدر إن أنت توصل للtalent بتاعتك، وتقدر توصل للcompanies أو الشركات اللي أنت أساسًا بتدوّر عليها. أنا متولي، وأنت كنت بتتفرّج على البودكاست اللي قلبك بيحبه. ما تنساش الshare، اللايك، الcomments، الحاجات الحلوة دي عشان نعرف نscale قريب. ما تنساش تبعت لنا الCV والportfolio برضه لو بقى تحب. hired يا جماعة، يعني لو حد عايز يعيّن يروح لhired، ولو حد عايز يتعيّن برضه تقدروا تبعتوا لهم عادي خالص.
شكرا لكم، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.